لو لقيتي العلامات دي في طفلك اعرفي ان هو عاوز حب واهتمام وما ينفعش نتجاهله ابدا. رقم 1، لما تلاقيه عنده خوف كبير ان حد من اهله يتخلى عنه او انه يكون وحيد بشكل ملحوظ. رقم 2، لما تلاقيه بيعمل سلوكيات سيئة وبيكررها حتى لو كنت بتزعقيله عليها او حتى لو كنت بتعاقبيه ومع ذلك بيرجع ويكررها تاني، وكل ده علشان يجذب انتباهك لانه حاسس بالاهمال. رقم 3، لو حسيتي ان طفلك بيشعر بالحزن او بيغضب لأتفه الاسباب. رقم 4، لو حسيتي ان طفلك ما بقاش بيهتم بالدراسة وفي تراجع في ادائه الدراسي. رقم 5، لو حسيتي ان طفلك بقى سلبي ومتشائم وبقى عنده شعور بالنقص. واخيرا حابة اقولكم ان بسبب تدني مستوى المعيشة ومشاغل الحياة الكتيرة افتقدت الأسرة العديد من القيم الأساسية، بس لازم نعالج المسألة دي في أسرع وقت لأنها ممكن تتسبب في مشاكل نفسية خطيرة للأطفال زي الاكتئاب.